طبعا كلنا عارفين الفلفل الحراق الاخضر عادي خالص، ولكن النهارده جبت لكم 3 انواع من الفلفل حراقين بدرجه اكتر بكتير من الفلفل الاخضر. وعايز اقول لكم ان الفلفل ده مصنف اكتر فلفل حراق في العالم، بتحتاج 2 مليون و200 الف نقطه ميه عشان تهدي اللي هيعملوا فيك القرن الصغير ده. دخل موسوعه جينيس في 2017 بان هو اكتر فلفل حراق في العالم. بيقول لك انك انت الفلفل ده بعد ما تاكله محتاج 200 مليون و200 الف نقطه ميه عشان تبرد او تهدي اللي هيعملوا فيك القرن الصغير ده. وهو اصلا يا جماعه تحس ان هو شكله شرير، شكله مخيف. بيقيسوا مدى الفلفل الحراق قد ايه عن طريق حاجه اسمها SHU، يعني وحدات الحراره سيكوافيل، او محتاج كام نقطه ميه عشان تهدي اللي هيعملوا فيك الفلفل ده. انا هجربهم كلهم، ولكن هبتدي باقل حاجه فيهم في الحراره، وبعد كده هعلى لحد ما اوصل لاخر واحد اللي هو اكتر فلفل حراق في العالم. خد شهادات في 2007 بان هو اكتر فلفل حراق، ولقوا ان هو حراق اكتر من تباسكو صوص 170 مره. نسيت عربيه الاسعاف بتاعتنا. بسم الله. عمري في حياتي عمري في حياتي ما دقت حاجه حراقه بالشكل ده في حياتي كلها. انا شكلي هعتذر عن الحلقه ديت، مش طبيعي. صعب هتاخد منه قطمه وهتلاقي مره واحده في لسانك بو. يلا الحمد لله، مش مشكله، اي حاجه تهون. طيب بصوا، هو ده درجه الحراره بتاعته محتاج مليون نقطه ميه، فانا رحت خلصتها ولسه ايه جاي نخش على اللي بعديه. شربت ايه جردل كده كبير جلوبيكيا بيبر. شوف، وشه ابيض وجسمه ابيض وايده بيضه وقلبه ابيض في ابيض، ولكن الحقيقه غير كده خالص. في 2011 دخل موسوعه جينيس اكتر فلفل حراق في العالم، وحراق اكتر من هالبينو 125 مره. بيقول لك بعد ما تاكل الفلفل ده انت محتاج بس يا دوبك مليون و100 الف نقطه ميه، مش كتير. ولكن اللي مستغربه اللي هو شكله ما يقولش كده خالص. اللي اعرفه ان الفلفل بيكون احمر اسود، لكن ابيض وقلب ابيض كده ويبقى حراق. ريحته مش طيبه خالص، وهو ريحته مايله للهالبينو. يعني ده مايل للفلفل العادي اللي عندنا او مايل للتوباسكو صوص، لكن ده مايل للهالبينو، ريحته مايله للهالبينو. انا عينيا وجعتني مجرد ان انا بس قربته من عيني، مش عارف ليه. مش عارف ده احساس داخلي ولا ده حقيقي ولا ايه. بسم الله. بص، هو حراق مدي على الهالبينو، يعني تقدر تقارنه فعلا بالهالبينو. هو حراق ولكن مش في اوله. ده في اوله حراق وفي اخره حراق. ده الافتر تيست او بعد ما بتاكله حراق. لكن انا بالنسبه لي يعني ده مش الصراحه مش حراق قوي زي ما انا كنت ممكن يكون دي مش مظبوطه. نشوف واحده غيرها عشان يبقى جربنا الفلفل وقيمناه بطريقه صح. ممكن يكون اللي فاتت ديت فيها مشكله. فطيب دي شكلها، لا دي ريحتها اقوى من ديت. حتى لو هتلاحظوا دي صفرة اكتر من ديت، ودي ريحتها اقوى. بسم الله. دي حراقه اكتر. لا دي حراقه اكتر. بصوا، هي دي حراقه اكتر من انا اكلتها في الاول، ولكن ده حراق اكتر بكتير قوي. يعني ده انا عادي ممكن اكله، ممكن اعمله في ساندوتش جبنه واكله عادي، مش هعاني. لكن ده معاناه للي بيحب الفلفل ده، معاناه. طيب زي ما توقعت ان الفلفل ده قلبه ابيض ومش هيزعلنا زي الاحمر ده. نيجي بقى على الاحمر وغامق كمان، مايل للاسود. القلب ابيض يعني يا دوبك نص كوبايه لبن على كوبايه ميه، خلاص الموضوع انتهى. لكن ده كوبايتين لبن على 5 كوبايات ميه. عشان ايه؟ بصوا، ده اكتر فلفل حراق في العالم كله. اسمه كارولينا بيبر او فلفل كارولينا.
داخل موسوعة جينيس 2017 ان هو اكتر فلفل حراق في العالم. عشان الاسماء انا نسيت اقولها، جوست بيبر فلفل العفريت او الشبح، وده اسمه جوليكيا بيبر كالورينا. هو المفروض اكتر فلفل فيهم حراق، وبتحتاج 2 مليون و200 الف نقطة مية عشان تهدي اللي الفلفل ده هيعمله فيك. ريحته خطيرة، ريحته تخليك عايز تشرب مية لوحدك. مش هقدر اخد منه حتة كبيرة يعني. بسم الله. ما تجيبهوش ده، ما تجيبهوش. مش ان في حد يستحمل الفلفل ده، صعب قوي، ما تجيبهوش الصراحه. ما رشحوش لاي حد يجيبه. حاسس ان وشي فيه حاجه من الشطه، لساني مش قادر، بقي مولع لحد دلوقتي. صعب قوي 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 قوي. ده انا كنت فاكر ان هو مفيش حرق اكتر منه، بس ده صعب قوي يعني. ده ما يقارنش مع ده. ف اكتر واحد فيهم حلو هو الفلفل ده. ده ممكن يتاكل لحد ما، ولكن برضه هو حراق شويه، ولكن ما يقارنش مع ده، وده ما يقارنش مع ده. اكتر واحد فيهم حراق فعلا. ده اكتر حاجه دقتها في حياتي كلها حراق، تحس ان في برطمان شطه اتدلق في بقك. بصوا يا جماعه، احنا هناخد راي اوريو في الفلفل. قال لك لا ما كلش انا الكلام ده، طلع اذكى مني. طيب، الميزه الوحيده في الفلفل ده، او الحاجه الوحيده اللي استفدتها منه، ان الجيوب الانفيه عندي حسيت ان هي اتسلكت بشكل مش طبيعي. حتى الادويه ما بتعملش معايا المفعول ده، ولكن غير كده اوعى تاكلها. دي تجربتي مع الفلفل الحراق، والف شكر. مش هعمل حلقات تانية عن الفلفل الحراق.